منتخب البرازيل المتواضع يفوز على منتخب مصر بهدفين مقابل هدف. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. النهاردة احنا بنحلل مباراة منتخب مصر ومنتخب البرازيل في آخر مباراة ودية استعدادا لكأس العالم في أمريكا. بتلاعب منتخب البرازيل ضعيف، مش الواو، بتلاعب فرقة عادية. بالرغم من ذلك بتدافع، بالرغم من ذلك بتلعب بمهند لاشين ومروان عطية، اتنين ستات في الملعب. لعبتك خايفة، تمركز لعبتك غلط، لعبتك رجلها بتخبط في بعضها، الكرة بتخبط في رجليها. طب امال هتعمل ايه قدام بلجيكا؟ انا عارف اللي في ناس هتطلع تشتم فيا وهتقول حسام حسن 10 على 10 ومنتخب مصر كان شكله زي الفل و... واللي احنا خدنا كاس العالم. اهدوا يا جماعه وبالراحه ووحدوا الله. انت لعيبتك نازله خايفه من البرازيل، برغم ان البرازيل زي ما انتم شفتوا على الله حكايتها. مهند لاشين ومروان عطيه، اتنين ستة في الملعب، في فجوه بينهم وبين الاتنين مساكين، بن ياسر وحمدي فتحي. خمس ست كور من قلب الملعب لولا تصدي مصطفى شوبير. والجون بتاعك جه من الخطأ ده، من مهند لاشين. طيب يعني كمان بتلعب باتنين ستة في الملعب وبرضه ما انتش ماسك نص الملعب، يبقى بلاها. فين شكل الخطه اللي احنا بنلعب بيه؟ احنا لما بنقطع الكره من البرازيل ما عندناش نص ملعب، ما فيش معلم بيقف على الكوره، ما فيش حد بيعمل الهجمه المرتده. انت لو عندك واحد زي امام عاشور في الشوط الاول، انت كنت رحت على البرازيل باكتر من كده وجبت جوان اكتر من كده. مش عارف يعني. تشكيل في البدايه غريب، هيثم حسن ناحيه اليمين غريب، زيكو حلو، بس انا ما اعتقدش ان انت هتبدا بيه في ماتش بلجيكا. طيب لعبت اربعه وفي الشوط الثاني لعبت خمسه، طب انت هتلعب بأنهي فيهم؟ يعني انت ليه مش قادر تستقر على خطه تلعب بيها يا كابتن حسام؟ مش عارف. خطا من مهند لاشين في الدقيقه 7 جه في الجون، بنفس الخطا منتخب البرازيل زيكو جون، لولا تصدي مصطفى شوبير في الشوط الاول كان جه فيك اربع خمس اجوان، وكوره ياسر ابراهيم طلعها من على خط الجون. اللي الشوط الثاني برضه في اول 10 دقائق، بالرغم ان الراجل لعب بخمسه، الا ان برضه تمركز محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم وحمدي فتحي تمركز وحش، تمركز ضعيف. خطا من محمد هاني ناحيه اليمين، اتنين بيضغطوا عليه، قطعوا منه الكره، راجل عرضها وانت عندك ثلاثه سردباكات. الراجل اللي سبق وراح حط الكره على شمال مصطفى شوبير. ليه؟ عشان انت ما انتش راسي على خطه، هتلعب باربعه ولا هتلعب بخمسه. انا من وجهه نظري منتخب مصر الشوط الثاني كان افضل بخمسه مش باربعه. ويا كابتن حسام، مهند جنب مروان مش هينفع، لعب امام جنب مروان. لازم يبقى في حد معلم في نص الملعب، لازم حد يستلم الكره ويسلم. منتخبك اتعدل لما محمد صلاح نزل بقى في كابتن في الفرقه، اللعيبه ما خافتش. منتخبك انظبط في نص الملعب عشان امام عاشور نزل مسك نص الملعب. بقيت شكلك احسن لما انهزمت، خلاص ما بقتش خايف على حاجه. اتنين زي تلاته زي اربعه. طب ما تلعب بقى من الاول، طالما اتنين زي تلاته زي اربعه ما تلعب. انتوا خايفين من ايه؟
منتخب البرازيل اللي بيلعب منتخب وحش مش حلو، بلجيكا احسن منه، بالوضع ده بلجيكا هتشيل عليكم طين. ليه الخوف؟ ليه الرعب؟ ليه رجلك بتخبط في بعضها انت وهو؟ اركز يا عم، دي كوره. انزل يا عم، متع نفسك ومتع جمهورك، العب اخسر بس العب. بس ما تخافش من الكوره وما تخافش من الخصم اللي قدامك. ربنا ييسر في ماتش بلجيكا، والكابتن حسام ربنا يهديه وينزل تشكيل كويس. وانا من وجهة نظري، واكتبوا لي في الكومنتات للتشكيل الافضل: مصطفى شوبير، محمد هاني يمين، فتوح شمال، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، مروان عطيه، جنبه امام عاشور، تريزيجيه ناحيه الشمال، صلاح يمين، مرموش قدام. انا شايف اللي هو ده منتخب مصر، افضل حال لمنتخب مصر. لو هتطلع تريزيجيه وهتلعب زيكو، زيكو دفاعيا مش زي تريزيجيه، يبقى انت بتبيع فتوح في ناحيه الشمال، والناحيه اليمين بتاعه بلجيكا نار. انت عايز ناحيه شمال تقف. ربنا ييسر الحال زي ما عودناكم في كل مباراه، اللي احنا بنقيم اداء لاعيبه منتخب مصر. مصطفى شوبير 9، ياسر ابراهيم 6، حمدي فتحي 5، محمد هاني 6، فتوح 4، مروان عطيه 8، مهند لاشين 5، تريزيجيه 4، هيثم حسن 4، مرموش 5، زيكو 8، صلاح 5، محمد عبد المنعم 5، إمام عاشور 4، حسام حسن 5. شكرا لكم وإلى اللقاء، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.